له طريقة معينة تحضير خبز العروق. في ناس تكثر خضرة، في ناس تكثر بطاط، في ناس تحط طحين نخي. أنا زيادة على الخلطة أضيف مكون واحد راح يعطيكم نطاعة مو طبيعية. تعالوا شوفوا طريقتي في البوست القادم. وبس تتحمر تكون جاهزة، تحطونها في مشخال ينزل منها الزيت. للصوص نص كوب من معجون التمر الهندي من MF، ملعقة كبيرة من معجون الفلفل من MF، وفصين ثوم. نخلط والصوص يكون جاهز، نقدمه مع الخبز العروق. وايد لذيذة ترى مقرمشة، وعليكم بألف عافية. جربوا طريقتي. خبز عروق على طريقتي باستخدام بيض الديرة وصلصة التمر الهندي من MF، شدة كزبرة، شدة شبنت، حبة بطاطا كبيرة مبشورة، حبة جزر كبيرة مبشورة، 4 حبات كوسة، حبة طماطم مقطعة مكعبات، والمكون السري ليمونة أقشرها وأقطعها مكعبات وأحطها بالخلطة. هذا السر اللي يعطي نطاعة حق خبز العروق مالي. كوب ونص طحين أبيض، نص ملعقة كركم وكاري، كمون وكزبرة، ملح وفلفل أسود. وعشان أعطي نكهة مميزة راح أضيف نص ملعقة من بهار اللولوة سيجنتشر من مجموعة بهاراتي، وإذا ما عندكم حطوا نص ملعقة من البهارات المشكلة. بعدها راح أحط عليهم 3 بيضات من بيض الديرة الطازج اللذيذ، نص كوب لبن، ونعجن لين تصير الخلطة عندي مضبوطة. بعدها إذا حابين تفرزنون تقدرون تحطون ورق زبدة بصينية بلاستيك وتسوونهم بهذا الشكل وتحطونهم بالفريزر وتعبونهم بأكياس وتقلونهم وقت اللي تبون خبز عروق. وهم تقدرون تقلون خبز العروق على طول مقلة فيها شوية زيت مو غزير، تسوون هذا الشكل وبس. السلام عليكم.